بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فامتن الله عز وجل على هذه الأمة بتنزيل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. فمن أراد أن يكون مؤمنا بهذا الكتاب حقا فليكن مؤمنا به على الوجه الذي وصفه الله عز وجل. فإذا كان يؤمن بأن هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو من عند الله، فليؤمن أن من جملته أن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه تبيانا لكل شيء، فما احتجت من شيء فبيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف يكون القرآن بيانا لكل شيء؟ قيل: لأن الله عز وجل قال: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا بد أن تضيف إلى القرآن هنا حتى يكون تبيانا لكل شيء السنة الشارحة والموضحة للقرآن، وهي ذكر آخر من عند الله تبارك وتعالى، وهو القائل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو القائل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فإذا هذا هو الذكر المنزل من عند الله تبارك وتعالى، الكتاب، ومنزل معه ذكر آخر مبين له. وبمجموع هذين الذكرين يحصل التبيان لكل شيء. ففيهما تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومنهما تعرف نفسك من أنت. وإذا عرفت أن أباك الأول خلقه الله من طين، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فاحمد الله عز وجل الذي كرمك خلقة ثم كرمك علما فعلمت بأصلك حتى تشكر ربك عز وجل على هذا التكريم.
فكم من الخلق يعتقد أن جده الأول كان جرثومة في ماء آس تطورت وتدرجت حتى صارت قردا، ثم تدرجت حتى صارت بشرا. ونحن أعلمنا الله تبارك وتعالى من نحن، فلا حاجة لنا لخزعبلات هؤلاء وإن سموها علما، وهي خرص وتخمين ورجم بالغيب. ما أشهدهم الله عز وجل خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وإنما نعلم أنفسنا بوحي الله عز وجل. ففي هذا الكتاب تعرف خالقك وتعرف نفسك وتعرف ما جبلت عليه تلك النفس، وما فيها من نزعات الخير وما فيها من موارد الشر، وكيف تنمي ذلك الخير وكيف تروض ذلك الشر. ونحن خرجنا لتونا بفضل الله عز وجل من شهر رمضان المناسبة الأكبر لترويض النفس وتهذيبها، مما جاءنا من هذا الذكر المبين لكل شيء، ومما بينه لنا كيف نزكي أنفسنا وكيف نهذبها وكيف نتغلب على نزاعات الشر فيها، ومن هم أعداؤنا، من هو عدونا الأول الذي كاد لأبينا الأول والذي يريد أن يضلنا، وما هي أسلحته وكيف نواجهه. في هذا الذكر يعلمنا الله تبارك وتعالى كيف ننظم مجتمعاتنا، كيف ندير علاقاتنا، كيف نتبادل المنافع في البيع والشراء وغيره، دون أن يتضمن هذا أمور تفضي إلى الشجار والنساع وإلى ضياع المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. فهذا الكتاب تبيانا لكل شيء. وستبقى أشياء يمكن لسائل أن يسأل عنها، ولا أخال مسلما قرأ القرآن وتدبر القرآن سوف يخطر بباله سؤال حول شيء لم يذكر، لأن مما يربي القرآن في نفوس أتباعه أن الآخرة خير وأبقى، وأن تهذيب الإنسان خير، وأنه هو الذي يشغل باله أكثر من وسائل عيشه. ولكن كلما عظمت الدنيا في نفوس البعض كلما كان سؤاله عنها أكثر إلحاحا. فسيقولون أين تجدون في هذا الكتاب وفي هذا الذكر ما يكون من سبل الصناعة والزراعة ومن هذه المخترعات الحديثة؟ وكان هذا السؤال يبدو للبعض محرجا، حتى تجشم بعضهم عناء أن ينسب للقرآن ما ليس فيه، وأن يحاول أن يدعي أنه ما من نظرية علمية إلا والقرآن قد ذكرها، وهذا خطأ. نعم، توجد إشارات علمية في بعض آي القرآن قدر الله عز وجل وجودها لتبقى آيات هذا القرآن لا تنقضي. فكانت بعض تلك الإشارات ثم يكتشف الناس بعد ذلك، ولعل من أشهرها ما ذكر الله عز وجل من مراحل خلق الجنين في بطن أمه وساعة نزول القرآن. لم يكن اكتشف البشر الأشعة التلفزيونية ولا غيرها، وفي علم الله أنه في يوم ما سيكتشفون هذا النوع من الأشعة، وسيرون بأعينهم رأي العين كيف يخلق الجنين في بطن أمه، وسيقولون حينئذ أن الذي وصف ذلك الوصف الدقيق لا يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالقرآن من عند الله كما ادعى محمد صلى الله عليه وسلم. فضمن الله عز وجل بعض هذه الأمور لتبقى شهادة متجددة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولكن من العبث أن ندعي أن القرآن تضمن كل تلك النظريات العلمية والاكتشافات الحديثة، وإنما تضمن كل شيء يحتاجه الإنسان من حيث هو إنسان. ومن جملة ما تضمنه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا قد تضمن هذا بأن هذه الأمور هي مسؤوليتك أنت أيها الإنسان، جرب فيها وانتهي إلى ما تشاء أو إلى ما يفتح الله عليك من أنواع العلوم. ولكن الذكر الذي تكلف الأمة جيلا بعد جيل بحفظه لفظا ومعنى وتدبرا وتفهما وشرحا وتفسيرا لن يتضمن هذه الأمور التي يستوي في علمها المسلم والكافر والبر والفاجر، والتي تحتاج فقط إلى سعي دؤوب، والتي أيضا في قدر الله عز وجل ألا يعلمها البشر إلا في توقيت معين. فمن حكم الله تبارك وتعالى أن هذه السنن الكونية يكشفها للعباد عندما يحتاجونها. فعندما يزداد عدد السكان وجدنا أن الله تبارك وتعالى من على البشر بأنواع من العلوم، توسعوا فيها في البنيان رأسا، وتوسعوا فيها في أنواع المحاصيل وتجويد إنتاج الأرض إلى غير ذلك. فهذه العلوم في قدر الله تبارك وتعالى أن تأتي إلى البشر بقدر وليس عن طريق الوحي، لأنها لا تحتاج إلى الأمانة الموجودة التي يحتاجها علم العقيدة والعبادة والسلوك وغيرها، التي تحتاج أعلى درجات الأمانة في من يبلغ عن الله عز وجل. وأما تلك فيجرب، ومن جرب وأتانا بشيء نلمسه بأعيننا ونراه أمامنا من تجربة فإن البشر سرعان ما يسيرون إليه. إذن فالقرآن تبيانا لكل شيء يحتاجه البشر من حيث كونهم بشرا، أن يعرفوا خالقهم، أن يعرفوا أنفسهم، أن يعرفوا كيف يديرون علاقاتهم بين بعضهم البعض. ولذا فهو تبيان، وتبيان من العليم الحكيم الخبير، وبالتالي ففيه الهدى. والعدول عنه ضلال، وبالتالي وفيه الرحمة، والعدول عنه شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن عمل به نجا في الآخرة. وبالتالي فهو بشرى لمن عمل به فقط، وبالتالي قال وبشرى للمسلمين. فهو بيان لكل الخلق وهدى مبذول لهم إن أرادوا أن يهتدوا، فإن فعلوا انتفعوا بهذا البيان واهتدوا بهديه ووصلوا إلى الرحمة وتراحموا بينهم، ثم حصلوا على النجاة في الآخرة. فهو ليس بشرى إلا لمن آمن به وعمل به، ولكنه هدى مبذول أمام الخلق جميعا، لا يزال أمامهم فسحة طالما لم تبلغ الروح الحلقوم أن يهتدوا بهذا الهدى وأن يعملوا به. ثم بعدما ذكر الله عز وجل هذا الأمر مجملا، ثنى بذكر شيء من التفصيل وإن بقي أيضا مجملا، وهذا من روعة القرآن وعظمته. يأتي الأمر في غاية الإجمال ثم يفصل شيئا فشيئا، ثم تأتيك تفاصيل التفاصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبيان عنوانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. 3 أمور في جانب الأمر، وأتى بما يوازيها في جانب النهي. ما الذي أتى في جانب الأمر؟
درجتين، عدل وإحسان، ثم مثال يطبق عليه هاتين الدرجتين. فأمر الله تبارك وتعالى في جانب العدل، في جانب الأمر هنا بدرجتين، عدل ثم إحسان. وطبق هذا أول ما تطبقه على أولي القربى. والعدل هو وضع الشيء في موضعه. وقد أتى شرع الله تبارك وتعالى بالعدل بين الإنسان وبين نفسه، فإن لنفسك عليك حقا، وبالعدل بين الإنسان وبين زوجه، فإن لزوجك عليك حقا، وبالعدل بين الأبناء، سووا بين أبنائكم في العطية، وبالعدل حتى مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا مما لا تكاد تجده في أي موطن آخر غير في دين الله تبارك وتعالى، لأنه يأمر بالعدل. فالعدل هو وضع الشيء في موضعه، وعدل الإنسان مع نفسه ألا يظلمها بأن يهينها. وإهانة العبد لنفسه أن يجعل نفسه عبدا لغير الله، سواء العبودية الصريحة بأن كما تجد في كثير من البشر أنهم يعبدون الصالحين، يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء، يعبدون المسيح من دون الله، يعبدون العزير من دون الله. ومن تشبه بهم من المنتسبين إلى الإسلام ممن يطوفون بالأضرحة ويتمسحون بها ويرفعون حاجاتهم لغير الله تبارك وتعالى، وأنت أكرم على الله عز وجل من أن يجعل حاجتك تصل إليه عبر واسطة. شرعه نزل إليك عبر واسطة لأنه يحتاج إلى أمانة. ولو أن الله أوحى إلى كل بشر بمفرده لخرج الكذابون يقولون أوحى الله إلينا بكذا، الله أمرنا أن نأخذ أموال الناس، أو أمرنا بكذا أو أمرنا بكذا. فاقتضى الوحي أن يكون عبر واسطة يشهد لها الجميع بالصدق والأمانة، كما كان يلقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بالصادق الأمين قبل أن يخبرهم بأنه قد أوحي إليه، لكي يكون هذا حجة عليهم، ويكون مصدر أمر الله عز وجل مصدر لا يحتمل أن يكذب أحد على الله تبارك وتعالى، أو أن يدعي أن هذا من عند الله. وأما أنت ترفع حاجاتك إلى الله فلم يجعل الله تبارك وتعالى بينك وبينه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تبارك وتعالى قريب من كل أحد. فمن ظلم العبد لنفسه ومن عدم العدل أن ينزل العبد بنفسه فيجعلها تبعا لمخلوق مثله، أو أن يرفع حاجاته عبر تلك الواسطة. ومن ظلم العبد لنفسه أن ينزل برتبته فيصير عبدا للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة. ومن ظلم العبد لنفسه ألا يهذبها بما أمر الله عز وجل بتهذيبها به. ثم العدل مع جميع المخالطين ممن ذكرنا، حتى العدل مع الأعداء. والعدل من المفاهيم الفطرية التي يتفق البشر على الثناء عليها. ولكن انتبه، ما هو العدل؟ ما زال هذا السؤال يحير العباد، فخرج علينا وما زال يوجد من البشر من يعتقد أن العدل أن يسوى بين الناس جميعا في المال، وأن تنتزع الأموال من أصحابها حتى تسوى، حتى تفرق على الناس بالسوية. وهذا مما شقيت به البشرية دهورا. وهناك من يرى من العدل أن تكون المرأة
نصف رجل، وأن يكون الرجل نصف امرأة، فيتشبه الرجل بالمرأة وتتشبه المرأة بالرجل، بدلا من أن يتكامل ويتمم المهمة التي أرادها الله لهم. فلا تغتر بدعاوى عدل يفسرها البشر بأهوائهم، وأنت تؤمن بأن القرآن تبيانا لكل شيء. ومن أول ما يبينه العدل ما هو. إذا قال الناس نحن نبحث عن العدل، سواء ما يسمونه بالعدالة الاجتماعية أو بالعدالة السياسية أو بغيرها من أنواع العدل، قلنا إن الله يأمر بالعدل، هذا مجملا. فأين بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيانه حينما أمر الرعية بأن تسمع وتطيع لولاتها ما أطاعوا الله فيه، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بيانه حينما حذر الرعية من الولاة من أن يفرطوا فيما استرعاهم الله عليه. بيانه فيما كان من حقوق متبادلة بين الزوجين. بيانه في الحقوق بين الولد والوالد. هذا كله بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيانه في العلاقة بين الغني والفقير، وأن الغني لابد أن يخرج ما أوجبه الله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا هو الواجب على الأغنياء. فما هو الواجب على سائر المجتمع لا سيما الفقراء؟ وصل عليهم، أي ادعو لهم. فالغني يخرج زكاة ماله، وسائر المجتمع يدعون له بالبركة ويحبون له الخير والنماء، لأنه يؤدي ما عليه. هذا هو العدل. إذا كنا ننادي بالعدل، فالعدل تفسيره وتوضيحه في شرع الله لا في غيره. وفي كل حق من هذه الحقوق، حق الله على العباد، وحق العبد على نفسه، وحق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، والولد على الوالد، والوالد على الولد، والجار على جاره، فيها مرتبة العدل ومرتبة الإحسان. ولذا كما ذكرنا، ذكر الله عز وجل أولا أنه نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، ثم بين أنه بصفة عامة أوامر هذا الكتاب وبيانها الذي في السنة يأمر بدرجتين من الأوامر: درجة تسمى عدلا، ودرجة تسمى إحسانا. ففي كل جانب من هذه الجوانب ستجد هناك ترغيب في أن يزداد العبد من درجة العدل إلى درجة الإحسان، وهذا مما لا يوجد في نظام أرضي قط. لأن الذي يطبق شرع الله تبارك وتعالى إنما يريد في المقام الأول الثواب من عند الله، ومن ثم فإذا كان العدل غالبا ما يكون متبادلا في الحقوق بين الطرفين، إلا أن الله تبارك وتعالى يرغب في الإحسان. فالعدل أن يؤدي الغني زكاة ماله، وله حق على المجتمع أن ندعو له بالبركة، هذا هو العدل. والإحسان أن يزداد في النفقة فوق تلك الزكاة الواجبة. العدل أن ينفق الرجل على زوجته بالمعروف، والإحسان أن يزداد في ذلك. العدل هو ألا يؤذي الرجل جاره، والإحسان هو ألا يرد الأذى بمثله، بل يرد الأذى بالإحسان. ففي كل نوع من أنواع المعاملة هناك عدل وهناك إحسان. والعدل إنما جعل لبيان مقاطع الحقوق، والعدل هو الذي يرفع أمام القضاء. وهذا من حسن تنظيم الشرع للمجتمع، فهناك حقوق واضحة، ليست القضية كما
تصور بعض الفلاسفة يوما وقالوا المدينة الفاضلة، وتصور أن تلك المدينة الفاضلة قائمة على الإحسان فقط، وأن أحدا لا يمكن أن يبحث عن حق له، وأنما يريد أن يحسن إلى الآخرين دائما. وهذا تصور من عند بشر لا يعلم الخلق كيف خلقوا. وأما شرع الحكيم العليم الخبير شرع الخالق، وهو أعلم بخلقه أنه لا بد من مقاطع للحقوق. ولو أن الناس كلها صارت بالعدل دون الإحسان لانتظم المجتمع، ولكن هناك ما هو أفضل، وهناك السلاح الذي يدفع الناس إلى أن يلجأوا إلى هذا الأفضل، وهو الوعظ والترغيب والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. وهذا يجدي لمن عاد إلى هذا الكتاب الذي هو تبيانا لكل شيء. ولكن لابد من عدل تقام به الحقوق في الدنيا، ويكون قابل لأن يطرح أمام قضاء وأن يفصل فيه. وأما لو قامت الدنيا على الإحسان فقط لما استطاع أحد أن يقيم حقا على آخر، ولكان كلما ظلم مظلوم قيل له أحسن إلى ظالمك. ولكن وضع الله عز وجل العدل يتحاكم إليه الناس عند التشاح، وأمر بالإحسان لكي تكون المجتمعات أفضل وأرقى. فما من حق إلا وفيه مرتبة العدل ومرتبة الإحسان. فمن ها هنا بين الله تبارك وتعالى أن كتابه الذي هو تبيانا لكل شيء في كل حق من الحقوق جعل منه مرتبة عدلا ومرتبة إحسانا. ثم قال وإيتاء ذي القربى. وهذا لأن كثيرا من الناس يظن أن ذي القربى لا يعاملون بعدل ولا بإحسان، وإنما من حقه أن يجور عليهم، كما يشيع في كثير من الناس أكل أموال اليتامى ظلما. فهو إن تعامل مع غير ذي القربى خشي على عرضه أن يقال عنه ظالم، أو يقال عنه أنه يأكل أموال الناس فيؤدي إليهم حقهم. فإذا جاء إلى قريبه فيستعمل معه سيف الحياء فلا يؤدي إليه العدل فضلا عن الإحسان، لا سيما إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعبر عن حقه ولا أن يطالب به. وهذه آفة اجتماعية كانت موجودة في العرب قديما، وللأسف ثم للأسف ما زالت موجودة في مجتمعات المسلمين. ونحن كثيرا ما نكرر بنعم أننا لابد وأن نجاهد من أجل أن تنصلح المظلة القانونية التي تظلنا بأن تكون مظلة شرعية. ولكن هل نحن طبقنا الشرع على أنفسنا فيما نطيقه حتى يمن الله علينا بأن ييسر لنا تطبيقه على المجتمع ككل، أم أن منا من يصلي ثم لا يؤتي ذا القربى حقه؟ والإشارة هنا إلى أنه لا يؤتي الحق للضعيف الذي لا يستطيع أن يبرز حجته. وهذا غالبا ما يحصل مع ذي القربى، إما بسيف الحياء أو بسيف الضعف والحياء معا. والمجتمع المسلم ينبغي أن يعطي للضعيف الفرصة لكي يبين حقه. تجد في بعض المجتمعات الريفية إذا أراد يتيم أن يبين حقا اغتصبه بعض أقاربه قيل له هذا من سوء الأدب، تتهم أعمامك بأنهم أكلوا حقك، وهذا مما لا يجوز في المجتمع المسلم. وينبغي أن يمكن كل ذي شكوى من أن يبين شكواه، وأن يأخذ ما كتب الله له دونما أن يستعمل معه سيف الحياء، ودونما أن يستثمر ضعفه. ولذا خص الله عز وجل ممن يجب أن يعامل بالعدل، ممن يجب أن يعامل بالعدل أو بالإحسان
ذي القربى، وأن هذا من علامات مراقبة العبد لربه، أنه يعامل الضعيف الذي لا يملك أن يرفع شكواه يعامله بالإحسان فضلا عن العدل. فلذلك ذكر الله عز وجل مرتبتين في الأمر، ومثال يحتاج إلى تأكيد وهو إيتاء ذي القربى. وفي المقابل ذكر في النهي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. مرتبتان في النهي الفحشاء والمنكر، ومثال يحتاج إلى تأكيد وهو البغي. فالفحشاء أعلى من المنكر، فالمنكر يشمل أحد المحرمات ويشمل المكروهات، وكثير من الناس يتعامل مع المكروه وكأنه صار حلالا زلالا، وهذا غير صحيح. بل المكروه عفو من الله، شيء تركه أفضل، ولكن من عفو الله تبارك وتعالى بالخلق أنه ولأن ضرره ليس كبيرا لم يجعل الله تبارك وتعالى تركه لازما، ولكن ينبغي أن نربي أنفسنا على استقباحه، حتى وإن لم ننهى الناس عنه نهيا جازما، وينهى الناس عنه كما نهاهم الله. كثير من الناس عندما تأتي تنهى عن مكروه ما أو تأمر بمستحب ما يقول هذا مستحب وهذا مكروه، فلماذا تأمر به ولماذا تنهى عن الآخر؟ وهذا هو شرع الله تبارك وتعالى. الله يأمر بالإحسان وينهى عن المنكر، إذن يأمر بالمستحب وينهى عن المكروه، لكن الأمر بالمستحب ليس لازما والنهي عن المكروه ليس لازما. إذن لو أن أحدا جعل المستحب واجبا لوجب أن ننكر عليه ونقول له ليس هذا بعدل أن تجعل المستحب واجبا، ولو أن أحدا جعل المكروه حراما لقلنا له ليس هذا من العدل أن تجعل المكروه حراما. لكن ينبغي على المجتمع ككل أن يأمر بالمستحب كما أمر الله به، إن الله يأمر بالإحسان، وأن ينهى عن المكروه، لأن الله ينهى عن المنكر، والمنكر يشمل أحد المحرمات ويشمل المكروهات كل ما استنكره الشرع. وأما أعلى درجات الجرائم مما تستفحشها النفوس طبعا فهذه الفواحش، وغالبا ما تطلق الفاحشة على الزنا لأنه من أفحش الجرائم طبعا، وقد فطر الله عز وجل النفوس السوية، ولك أن تضع تحت كلمة السوية آلاف الخطوط، أن الله فطر النفوس السوية على أن تستفحش الزنا وما يجر والسبيل المؤدي إليه من العري والخلاعة والمجون. ولكن هناك من تنتكس فطرهم فيقبلون على تلك الفواحش، ثم تزداد انتكاسا فيحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولكن الله تبارك وتعالى وكتابه الذي هو تبيانا لكل شيء ينهى عن الفواحش، وكذا ينهى عن المنكرات التي تتسع لتشمل فيما تشمل المنكرات والمكروهات. ومن آكد الفواحش التي تستسهلها النفوس أحيانا ولا تراها فاحشة لغلبة الهوى فتحتاج إلى تأكيد، من آكد تلك الفواحش البغي، لأن الشيطان يدخل للإنسان من جانب حب النفس والانتصار لها، ومن جانب حب العلو في الأرض إلى غير ذلك، فيزين لها أن تبغي على غيرها، إما ابتداء بالاعتداء على ماله وعرضه ونحو ذلك، وإما على الأقل في باب الرد فلا يرد العدوان بمثله وإنما يرده بأكثر منه. وما من ذنب أحق بأن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما ينتظر صاحبه من العذاب في الآخرة من البغي.
ونحن نرى بفضل الله تبارك وتعالى كيف تدور الدوائر على من بغى وتجبر. ومن ثم ذكر الله عز وجل من معالم كتابه الذي هو تبيانا لكل شيء أنه ينهى عن الفحشاء والمنكر، ومن آكد ما ينهى عنه البغي، وأن الله تبارك وتعالى حينما أمر بما أمر ونهى عما نهى جعل رسول ذلك إلينا هو الموعظة التي ترقق القلوب وتفتح أبوابها، حتى إذا استقرت الموعظة فيها صارت ذكرى لصاحبها يتذكرها كلما مر بموقف لله عز وجل فيه أمر أو لله فيه نهي. فلو أن هذه الموعظة في موقعها المناسب من قلبه فإنه سوف يتذكرها في كل موقف فتعصمه من الفتنة بحيث يستجيب للأمر وبحيث يجتنب النهي، فيستحق ما عند الله تبارك وتعالى من نعيم ويأمن مما أعده الله عز وجل من عذاب للخارجين على أمره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بشر حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. هذا هو شرع الله تبارك وتعالى، عدل كله ومصلحة كله، ونهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن تزن به البشر جميعا. فإذا وجدنا من يأتينا بمعسول القول لكي يحدثنا عن حريات وعن عدالة وعن ثم وجدناه لا يرى من الحرية إلا حرية الفحش، ورأينا كيف بينما كان شهر رمضان هو الشهر الذي جعله الله عز وجل مناسبة لتهذيب النفوس، كيف تعمد هؤلاء أن يملؤوه بأنواع الفحش والفجور، ثم كيف تعمدوا أكثر أن يكون يوم شكر الله تبارك وتعالى على نعمة إتمام الشهر يوم العيد يوم شعاره التكبير، جعلوا شعاره الرقص والغناء والفحش. يضلون شبابنا في دور السينما وغيرها، وهؤلاء الذين يصدعون رؤوسنا بأنهم يريدون حرية الإبداع ما سمعنا لهم صوتا، وهم الذين لا يتركون شاردة ولا واردة يرددها أهل الحق إلا عقبوا عليها. فإذا دعا إمام في صلاة القيام على من يعادون الشرع قالوا هو يدعو علينا، وإذا كانوا يعرفون أنفسهم أنهم هم الذين يعادون الشرع فهل لهم بعد ذلك وجه أن يتحدثون ويقيموا الدنيا ولم يقعدوها؟ إذن هؤلاء حاضرون دائما يتابعون كل ما يجري، فلماذا لم نسمع لهم كلمة عما جرى في دور السينما في يوم العيد وأفلام الرقص والعري التي يقال أنها حققت أعلى الإيرادات؟ هم يقولون أن هذه حرية الإبداع، وأن الذي دخل إلى السينما من الشباب بالأحداث في سن 16 أو ما حولها هذه هي حريتهم. وأنتم معشر الدعاء إن كنتم ترون في هذا شيئا من الخروج على الآداب العامة فبوسعكم أن تنقضوا هذا على المنابر وتربون الناس على الفضائل. ونحن نقول لهم وأين أنتم؟ وأنتم الذين تصدعون رؤوسنا في كل قضية ولعل مشاجرة عادية ظلوا شهورا يتناولونها في وسائل الإعلام ويحذرون
يتكلمون ويعيدون ويزيدون والمجتمع في خطر فأين شعورهم بأن المجتمع في خطر، بأن آلاف الشباب يتكالبون على فيلم ليس إلا عدة لقطات راقصة لراقصة ماجنة تثير الغرائز كما يشهدون هم بذلك؟ هل منهجهم أن هذه حرية الإبداع، وأن الذي يدخل هذه حريته، وأننا بعضهم يمن علينا بأن من حقنا أن نقوم في المساجد، والبعض يرى أنه ليس لك هذا أصلا، لأن هذا الذي ذهب يعرف القرآن مثلك ويعرف السنة ويعرف الحلال من الحرام، فلا تحرجه ولا تتحدث، وهو الذي اختار لنفسه. ونحن نقول وبمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح: منهجنا أن الدولة مسؤولة عن منع هذه المنكرات، وأن المجتمع قبل الدولة، المجتمع ككل مسؤول عن منع هذه المنكرات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا هو الإسلام. فأين هم من هذه الفواحش؟ وعليهم أن يعلنوا صراحة وأن يبينوا للناس أن الحرية التي يريدون هي حرية أن يأتي منتج يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، منتج لا يهمه إلا أن تزداد أمواله، ويأتي لراقصة فاجرة لا يهمها إلا أجرها، ثم يخرج الفيلم ويدفع الأموال للقنوات الفضائية حتى تعرض أكثر لقطات هذا الفيلم إثارة، ثم يدخل شبابنا ثم نبكي نحن ونقول لهم: يا شباب هذا لا يصح. نعرضهم للفتنة ثم نقول هذا لا يصح. هذا هو المنظور الغربي. وكلمة لا يصح هذه هو يعطيها لك الآن من باب التدرج، وإلا فبعضهم يقول: لا يحق لك حتى أن تقول لا يصح، دعه هو الذي يكتشف بنفسه بعد أن يتورط ويزداد انغماسا في الشهوات. هذه هي دعوتهم، هذا هو منهجهم. وليكن كل واحد صريح مع نفسه، صريح مع المجتمع فيما يدعو إليه. ثم يخرج فريق منهم يدعو إلى الخروج وطالب ببعض الحقوق العامة، وفريق آخر يقول: لن نطالب بطريقة سلمية، ولكن سنقتل الجنود ونستولي على السلاح ونفعل كذا ونفعل كذا. هل هذا هو الإصلاح الذي ينادون به؟ والدعوة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى، لا أقول عبر 30 ولا 60 سنة، بل عبر أكثر من قرنين من الزمان، وهم يتعرضون لأنواع من التنكيل، وهم يتعرضون لأنواع من البلاء، ومع ذلك لأن الإصلاح الذي ينبع من المفهوم الإسلامي لم يتورطوا قط في تحويل بلادهم إلى ساحة قتال، لا بين شعب وشرطة، ولا فضلا أن يكون بين شعب وجيش. قد يقول قائل أن هؤلاء الذين دعوا إلى هذا القتال بين الشعب والجيش أفراد مغمورون لا يعرفهم أحد. نقول: أين إنكار الآخرين لذلك؟ وقد جربناهم يوم أن يجدوا شيئا يهيجهم ويرونه مخالفا لمنهجهم، كيف لا يتركون شاشة من الشاشات إلا ويخرجون عليها يبكون ويندبون ويقولون: رفعت شعارات إسلامية في مظاهرة كذا، ورفع لا إله إلا الله محمد رسول الله التي يسمونها علم السعودية وهي شهادة التوحيد، إلى غير ذلك. عرفنا ما الذي يجعلهم ينكرونه فعلا، وعرفنا ما الذي ينكرونه بطريقة ليست فيها إنكارا حقيقيا. فإذا فهم مسؤولون عن كل فاحشة سكتوا عليها، بل هذا هو مقتضى منهجهم. تلك الفواحش التي يريدون تمريرها تحت شعار الحرية الفكرية، حتى أن مشروع الدستور الذي يقدمه من يشغل منصبا كبيرا في بلادنا ينص على
حرية الإبداع الفني والمشاركة في الحياة الفنية قبل النص على حرية المشاركة في الحياة العلمية. فقضية الإبداع الفني والإبداع عندهم هو ما ترونه وما تعرفونه من طريقتهم، هم مسؤولون عن ذلك، وهم مسؤولون عن تلك الدعوات الفتنة التي تريد أن تحول بلادنا إلى حالة من الهرج والقتل، التي لا يدري القاتل فيها فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لأنهم لا يريدون لنا أن ننعم في بلادنا ونقول أن الإصلاح إنما هو في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وأن من يجد فسادا ينبغي أن يصلحه بحيث يزول المنكر ويخلفه المعروف، وليس أن يزيل إن جاز التعبير شيئا من المظالم بأن يقلب البلاد إلى ساحات من الدماء وغيرها. وهذا الذي يدعو ويقول أنا أخرج بطريقة سلمية ثم يسمح لغيري دونما أن ينكر الإنكار الواضح المعلن الصريح، أن يدعو إلى أن يتحول الأمر إلى قتال، فهذا يدل على نوايا هؤلاء، وأنهم لا يريدون لنا صلاحا، وأنهم يتبعون ما يملى عليهم من تريد أن تشرذم بلاد المسلمين تحت أي شعار وتحت أي مسمى، ويدخلون من أي باب لكي يغرق شباب المسلمين في الشهوات وتغرق شعوبهم في الحروب الأهلية، ويكون في النهاية دولة إسرائيل الكبرى التي عجزوا عن إقامتها وسيظلون عاجزين بفضل الله عز وجل أن تتحقق بالهيمنة على شعوب كلها ممزقة وعلى شعوب كلها تتناحر في تلك الحروب الداخلية. فينبغي علينا أن نحذر، وليس كل من يقدم لنا معسولا من القول أو يطالب بشيء من الحق أنه في النهاية يريد لنا الحق كله والعدل كله، فإن العدل كله والحق كله في شرع الله تبارك وتعالى، والذي منه الصبر على الأذى، والذي منه ألا نفعل شيء إلا إذا كانت مصلحته راجحة على مفسدته. إذن عندما يكون هناك فرصة لإزالة ظلم دون ما أن يكون هناك مفاسد أكبر فلا بد من فعلها، وإلا فلتستمر الدعوة والتوعية حتى يزول ذلك. وأما هؤلاء فلا يقيمون اعتبار لمصلحة أرض ولا لمصلحة عرض ولا لمصلحة شعب، وإنما يريدون لنا حالة الهرج التي لا يرضى بها مسلم، حتى وإن كان هناك شيئا مما ينكره فإنه ينبغي عليه ألا يتراجع، وينبغي عليه أيضا ألا يتعجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله عز وجل أن يهيئ لنا أمر رشد. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.